بيبدأ الانمي بتاعنا مع يونج وهو بيتعرض للتنمر من زمايله، بيفضلوا يستهزئوا بيه ويخلوه يقلد حركات الكلاب. وساعتها بقى واحد من المتنمرين بيتعصب عليه وبيضربه وبيقول له حتى تقليد الكلاب ما انتش نافع فيه، انت حتة خنزير مفيش منك اي فايدة. وبيضربه كمان بعدها. بعدين الواد بيروح بيت وبيقعد زعلان من اللي حصل له. بعدها بيقعد شوية كده وبيقوم يحضر لنفسه حاجة ياكلها، واثناء ما كان بيطبخ امه بتيجي من بره وبتقول له اقعد وانا هجيب لك الاكل لحد عندك. ولكنه كل ما بيبص في اي حاجة بيزعل، بيفتكر نفسه وهو بينضرب ولكن مفيش بايده اي حاجة يعمل. بيقول لامه انا عايز اتنقل من المدرسة دي، وما بيرضاش يقول لها السبب الحقيقي اللي عايز يتنقل علشانه من المدرسة. سبب ان كل الطلبة اللي في سني شاطرين وانا مش عارف اجاريهم. الام بترفض طلبه وبتقول له ان ديت حاجة صعبة جدا، انت عارف حالتنا المادية كويس وانت عارف ان لو اتنقلت من المدرسة دي مصاريف البيت هتزيد ومش هنقدر عليه. يونج ساعتها بيتعصب جدا وبيفضل يزعق وبيفضل يكسر في كل حاجة قدامه. بعدها بيسيبها ويمشي. وتاني يوم بقى بيروح المدرسة، بتخبط فيه بنت كده وبتكون سرحانة في التليفون بتاعها. على الرغم من انها هي اللي غلطانة بتشتمه وبتخليه يعتذر لها. واحد من العيال اللي كانوا بيضربوه كان معدي كده بالصدفة. اول ما بيشوف يونج كان فاكر ان هو بيضايقها، اتعصب واداله الكورة وقال له انزل لي تحت الملعب. واول ما بينزلوا بيخلي واحد فيهم يصوره، واتفقوا مع بعض اللي هيجيبها في وش يونج الاول هو اللي هيكسب. اول واحد شاطها في يونج بس يونج تفاداها باعجوبة، وتاني واحد حاول انه يشوطها بس للاسف جابها في وش يونج وسقط في الارض. الخسران فيهم بيتعصب جامد وبيروح ليونج وبيضربه وبيقول له ما كانش المفروض انك تفادي الكوره بتاعتي، واداله بوكس ووقعه ووقفه تاني ويقول له انا لسه ما خلصتش. بيفضل يضرب فيه في كل حته ويونج ما بقاش قادر يتحرك. وام يونج كانت جت عشان خاطر تخلص له الورق بتاع المدرسه، واول ما بتشوف الحاله دي بتتعصب وبتروح تشتم في الولد وتضربه. ولكن على غير المتوقع يونج بيدافع عنه وبيقول لها ده صاحبي وبيهزر معايا، وبيقول لها امشي يلا وما تسببيليش احراج اكتر من كده، على اساس ان كل الضرب اللي هو بيتضربه ده مش احراج يعني. ولكن الام بتتاكد وبتعرف ان هو ده السبب الوحيد اللي هيخليه يسيب المدرسه ديت. وبعدين هو بيروح وبيفتح باب البيت وبيخش بيلاقي امه مستنظراه في البيت. تقول له اقعد انا محتاجه اتكلم معاك شويه. بتقول له انا كنت جايه لك المدرسه النهارده عشان احولك منها وانقلك مدرسه تانية، وبالصدفه شفت اللي حصل لك هناك. انا عارفه انك مالكش ذنب في اي حاجه بتحصل لك، عشان كده انا هنقلك في مدرسه جديده. وخلي بالك بقى من نفسك عشان هتسكن لوحدك بعد كده، وهبعت لك الفلوس كل اول شهر عشان تكمل دراستك، وما تقلقش عليا انا هبقى كويسه. يونج بيسمع الكلام ده وبيفضل يعيط عشان هيخلي امه تتحمل مسؤوليه اكبر من طاقتها. بس بعدين بيسمع كلامها وبيروح للمدينه الجديده وبيقول لنفسه انا مش هسمح لحد يتريق عليا مهما حصل. مدينه جديده، ناس جديده، حياه جديده وكده. بيوصل عند الاوضه اللي امه مأجرها له بس بيكون شكلها متبهدل خالص، ولكنه بيقول لنفسه اي حاجه احسن من اللي كان بيحصل لي. وبيروح يجيب بقيه الحاجات اللي امه بعتها له. وفجاه وهو ماشي بيخبط في بنت كده، وغير العاده البنت بتعتذر منه وبتقول له ان انا ما انتبهتش عشان كنت بدور على صاحبي. ويونج بعدها بيفرح جدا عشان دي اول مره حد يعامله فيها باحترام. ولكن فجاه وهما بيتكلموا صاحب البنت بيجي وبينده عليها بس بيسالها الولد ده بيضايقها ولا لا، بس البنت بتقول له ان هي خبطت فيه بالغلط وهي ماشيه. ولو لسه متواجد لحد نهايه الفيديو انا عارف انك اكيد المحتوى عجبك، يا ريت ما تنساش تتابعنا او تعمل لنا اشتراك في القناه، ده هيفرق معانا جدا. وكل سنه وانتم طيبين يا رب وعلى خير. ولو محتاجين تكمله الفيديو اكتبوا لي تحت في التعليقات.